مساء الخير. ليه مش بتشتركوا في القناة؟ هنتكلم النهاردة عن شخصية كوميدية من زمن الفن الجميل. ولد عبد الفتاح القصري في 15 من أبريل 1997 لعائلة ثرية تعمل في تجارة الذهب. نشأ في بيئة ميسورة والتحق بالمدارس الفرنسية، لكنه لم يجد نفسه في طريق التجارة، بل كان شغوفاً بالفن والتمثيل منذ صغره. حاول والده إبعاده عن المجال الفني، لكنه أصر على تحقيق حلمه، وبدأ مشواره الفني في المسرح لينطلق بعدها إلى عالم السينما. دخل عالم السينما في الثلاثينيات، وبدأت شهرته تتصاعد، خاصة بعدما شارك في أفلام مع كبار نجوم عصره مثل يوسف وهبي، نجيب الريحاني، وإسماعيل ياسين. أصبح القصر عنصراً أساسياً في الأفلام الكوميدية، حيث أدى دور الباشا الساذج، المعلم الشعبي، وصديق البطل المضحك. أسباب نجاحه الكوميدي أسلوبه الفريد في نطق الكلمات والجمل. كان يستخدم نبرة صوت مميزة جعلت كلماته تخلد في ذاكرة الجمهور. ملامحه وتعبيراته المضحكة استطاع رسم الضحك بمجرد ظهوره على الشاشة. الكيمياء مع نجوم الكوميديا. كانت أدواره بجوار إسماعيل ياسين وزينات صدقي وحسن فايق تضفي نكهة خاصة على الأفلام. في أحد العروض المسرحية، وبينما كان يؤدي دوره كالمعتاد، فوجئ الجميع به يصرخ قائلاً: أنا مش شايف حاجة، حيث أصيب بالعمى المفاجئ. كان ذلك بمثابة صدمة له وللوسط الفني، إذ اضطر إلى الاعتزال تماماً. بعد فقدانه للبصر تخلى عنه الكثيرون، وتفاقمت أزمته المادية، ليجد نفسه يعيش في غرفة صغيرة بحي الشرابية. بعدما كانت حياته مليئة بالأضواء والشهرة، لم يجد من يقف بجانبه سوى قلة قليلة من زملائه، مثل الفنانة نجمة إبراهيم التي ساندته في أيامه الأخيرة. في أواخر حياته تزوج القصري من سيدة تصغره بسنوات عديدة تدعى مديحة يوسف، وكان يحبها بشدة، لكنه لم يكن يعلم أنها ستتسبب في مأساته. بعد فترة من الزواج تعرفت هذه الزوجة على شاب كان يعمل عند القصري في محل البقالة الذي افتتحه بعد اعتزاله التمثيل بسبب مرضه. المفاجأة الصادمة أن هذه الزوجة أجبرت القصري على تطليقها، وبعد فترة قصيرة تزوجت من ذلك الشاب أمام عينيه، وهو ما سبب له أزمة نفسية حادة. لم تكتفي بذلك، بل طردته من منزله ليجد نفسه مشردا بلا مأوى أو سند، خاصة بعدما فقد بصره وأصيب بالمرض. وفاته وإرثه الفني. في 8 من مارس 1964 رحل عبد الفتاح القصر عن عالمنا عن عمر 59 عاماً، بعد معاناة طويلة مع الفقر والمرض. لم يحظى بجنازة تليق بتاريخه الفني، لكن أفلامه لا تزال خالدة، وصوته لا يزال يتردد على ألسنة الجمهور، لتبقى ضحكته التي أخفى وراءها الألم جزءاً من ذاكرة السينما المصرية.